شوف طبعا احنا معانا الكابتن توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق وايضا حكمنا السابق. كابتن توفيق. يا كابتن مجدي، يا مساء الفل يا كابتن مجدي على حضرتك وعلى الساده المشاهدين والمتابعين. حبيبي يا كابتن توفيق. حبيبي يا كابتن مجدي. كابتن توفيق، انت شفت اللعبة وشفت القرار وشفت الفار لما نده. طبعا انت اكتر واحد وانت عضو لجنة حكام سابق، تقدر تقول لنا لما الفار بينده المفروض انه بيبقى فيه عنده حاجة قوية جدا عايز يوريها لك، وانت وبعد كده في اغلب الاحوال في كل المباريات الاوروبيه اللي احنا اتفرجنا عليها لما الفار بينده القرار بيتغير. ايه اللي عندنا في مصر؟ فحضرتك وضح لنا النقطه دي. طيب خليني اقول لحضرتك في البدايه كل الاحترام والتقدير للحكام المصريين طبعا، لكن خلينا نشوف لعبه مهمه جدا حضرتك اتكلمت فيها، اللي هي لعبه انفراد كريم بامبو مهاجم نادي البنك الاهلي بمرمى نادي الزمالك. خرج عواد من منطقه مرماه، وحصل ان محمد معروف شاف ان في اعاقه او عرقله من محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، الحقيقه اللي هي مش موجوده. مش موجود الحقيقه. محمد عواد من وجهه نظري لم يرتكب اي مخالفه تجاه مهاجم البنك الاهلي، وبالتالي اللي موجود على الفار يا كابتن مجدي محمود عاشور هو الحكم رقم 1 في القائمه الدوليه واللي بيلعب بطولات كثيره جدا، والحكم رقم 1 في افريقيا على الفار على فكره. طبعا في افريقيا على الفار طبعا. الحقيقه مع عاشور عشان يجيب محمد معروف يبقى عنده عنده فرصه انه يعيد قراره. بالظبط كده، عايزه يجيب له صوره يغير بيها قراره، والحقيقه ده اللي حصل، ان عاشور جاب لمحمد 4 أو 5 لقطات. الحقيقه انا كواحد بتفرج في التلفزيون ما شفتش ولا لقطه فيها اي اعاقه من حارس مرمى نادي الزمالك تجاه مهاجم البنك الاهلي. فبالتالي انا ما عنديش تفسير، يعني انا بقول ان المخالفه مش موجوده. قرار حكام الفيديو كان قرار صحيح، لكن في النهايه القرار النهائي هو بيرجع لحكم المباراه. يعني حكم المباراه هو اللي بياخد القرار النهائي. محمد معروف ما اقتنعش ما اقتنعش باللقطات اللي جابها له عاشور، وده هو حر او هو سيد قراره. ايوه، المساله هنا ابو كباتن مش مساله حريه شخصيه كابتن توفيق. مش شخصيه، ما قلتش حريه شخصيه، لا يعني ما اقصدش هو حر دي، هو حر دي قراره. هو ما انا معاك، هو حر، ولكن حريته هنا محكومه بالصواب والخطا يا كابتن توفيق. طبعا انا متفق مع حضرتك. يعني انا النهارده لما برجعك وبوريك 4 لقطات وانت برضو تصمم على رايك، المساله هنا احنا مش داخلين عند. بص يا كابتن، احنا مش داخلين عند ولا داخلين ولا انت جاي في دماغك ضد حد ولا مع حد خالص. ارجع لحضرتك للعبه بتاعت مباراه الزمالك والمقاولين العرب. نفس الشيء اللي حصل. محمد عادل جاب امين عمر، قال له ان في وجود ركله جزاء، وكانت واضحه برضه لصالح نادي الزمالك، والحقيقه امين ما اقتنعش، وهو اللي قال كده بلسانه انا مش مقتنع، واخد بال حضرتك، وفي النهايه هو اللي بيتحمل قراره. هنا لازم نقف عند نقطه مهمه جدا يا كابتن مجدي. هل انت النهارده لما يجي المسؤولين في لجنه الحكام يقولوا للحكام الحكم اللي هيطلع لكابينه الفار بره هيتخصم منه درجات؟ ده كلام مش مقبول. انت هنا بتخلي الحكم يخاف يطلع لكابينه الفار او ان هو ياخد قرار. ايه ده احنا ملوك الفتاوي، قول لنا الفتوى الجديده دي. طبعا. ايه الفتوى الجديده دي بقى ان شاء الله؟ السيد رئيس لجنه دي مش موجوده في اي حته في العالم دي. بالظبط كده، هو الفار انشئ او الفار اتعمل عشان السيد رئيس مين اللي ادى القرار؟ رئيس لجنه الحكام. مين هو؟ اللي موجود حاليا بريرا، اللي هو الاتحاد الكوره. لا، بريرا ده راجل يعلم تماما ان اوروبا كلها، وهو رجل برتغالي يعني جزء من اوروبا ومن اوائل الناس اللي اسست الاتحاد الاوروبي البرتغال، يعلم تماما ان ما فيش حد في العالم حكم في العالم بيروح للفار فتتخصم منه نقاط او يعاب عليه. يعني ده كان على فكره كان مارك برضه كلاتنبرج نفس الشيء يا كابتن مجدي، وانا كنت موجود مع مارك في اللجنه، وكان برضه بيقول ان الحكام اللي هتطلع للفار هيتخصم منها درجات. نفس الشيء قالوا البرتغالي بريرا. انا مش عارف ازاي انت النهارده احنا بنعمل كده فزاع على الفار، ودي مشكله كبيره جدا. طبعا
ان انت النهارده تقول طب الحكم وانت وبعد كده موجود مع كلاتنبرج ما قلتلوش ان ده غلط وان ده ازاي؟ انا قلت كلام. بص يا كابتن مجدي، انا مش عايز اقول لحضرتك انا كنت مش على خلاف دائم، انا بقول دايما رايي لان انا راجل واضح وصريح وبحب اقول رايي. يمكن ده ما بيعجبش البعض. بعض رايك واضح وصريح، ده مش انت مش هتعمر كتير، قول. لا ما هو ده مش مهم، ما يهمنيش. انا ما يهمنيش يا كابتن مجدي اعمر او ما يهمنيش خالص. انا يهمني اقول الحقيقه، يهمني اقول الحق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طرد عواد النهارده طرد غير مستحق، طرد ظالم لنادي الزمالك. دي الحقيقه لازم نعترف بيها النهارده. انا شفت الكوره وما شفتش اي تلامس من عواد لكريم بامبو، وحسيت ان كريم بامبو عامل سيميليشن فيها، ودي كانت واضحه جدا اثناء المباراه. ولما تعادل ما شفناش اي تلامس، فمش عارف ليه الحكم الساحه اصر على طرد عواد. طبعا احنا بنتمنى عدالة تحكيمية لكل الفرق، زمالك وأهلي بيراميدز، لجميع فرق الدوري المصري. كل متوفر عدالة، كل متوفر شروط منافسة عادلة بين كل الأندية. مش عايزين حكام احتواء، مش عايزين ظلم تحكيمي، عايزين الكل ياخد حقه، عايزين تبقى المنافسة داخل المستطيل الأخضر من خلال تطبيق القانون والعدالة للجميع، سواء لينا كأهلاوية أو للفرق المنافسة. إحنا عانينا من حكام الاحتواء 3-4 سنين اللي فاتوا، مش عايزين أي فريق تاني يعاني اللي عانيناه. كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية. قول لنا رأيك في التعليقات، ودينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.